انا فلاح مصري من مركز ابطيح، فلاح مصري بسيط. بيقولوا ان الشعب المصري شعب ما بيفهمش حاجه. الشعب المصري من اذكى واقرع شعوب العالم. الشعب المصري فاهم البلد ماشيه ازاي. الشعب المصري فاهم ان الجيش مستهدف، فاهم ان مصر مستهدفه من الداخل ومن الخارج. ليه؟ لان مصر مكانتها كبيره. مصر هي اللي ساعدت الجزائر في التحرر في 54. مصر هي اللي حولت اليمن من ملكيه لجمهوريه بمساعده الجيش المصري. مصر هي اللي عملت وحده مع سوريا في 58. مصر هي اللي جمال عبد الناصر رفض الانذار الثلاثي عشان يسلم البلد في 24 ساعه، ودي اجراءات شعب مصر. نعم. التحرير شباب كويس وجنب ثوره، لكن اتضحك عليهم. اتضحك عليهم من مين؟ من الناس اللي هم عاملين مثقفين ومتفيقين ومش عارف ايه، وهم جهل ما بيفهموش حاجه، مأجورين جابدين عشان يبيعوا مصر، جابدين علشان يضيعوا كرامه مصر. احنا عندنا في الارياف لما رب الاسره يتهان يبقى العيله دي كلها مالهاش لازمه. صح. بالبلدي كده يقول لك ايه؟ الناس دي كلها ادب. مش اخلاق المصريين دي يا حاج. مش اخلاق. ايوه. عشان شويه عيال زي دول يطلعوا يهينوا ويشيلوا الجيش. يعني انا والله العظيم انسان بسيط لكن على وعي الحمد لله، ودي صفه من صفات ربنا انعم بيها عليا. يعني انا لما سمعت بيان المشير وطالع وراجل مكسور وحاسس بالمهانه، انا زعلت من هو يتهان مثلا. كلنا زعلنا. رمز من رموز البلد. ايوه. حقيقي بقى حاجه.